واش يمكن للإنسان أنه يعيش حياة كيبان فيها كل شيء طبيعي ومثالي، ولكن في ساعات قليلة كتولي هاد الحياة أكبر لغز حير العالم؟ هاد القصة بدات نهار 13 غشت 2018 ملي واحد السيدة حاملة غادي تختفي مع جوج بناتها الصغار بلا ما يخليو حتى أثر ولا حتى رسالة كتفسر فين مشاو. البوليس غادي يبدا تحقيق على أساس أنها قضية اختفاء غامضة، ولكن مع كل ساعة كدوز كيبان دليل جديد كيغير المجرى ديال القضية. شنو وقع في هذا الدار؟ واش كان مجرد اختفاء ولا كانت حقيقة أخطر من ما كنا كنتوقعوا؟ في هذا الفيديو غادي نمشيو خطوة خطوة ونتبعوا التحقيق كما وقع حتى نوصلوا للحقيقة اللي غادي تصدم العالم كامل. تبعوا معايا حتى الاخر حيث التفاصيل الأخيرة هي اللي غادي تفسر كل شيء وغادي تخلينا نفهموا اشنو وقع بالضبط. السلام عليكم، مرحبا بكم في دار ستوريز بالدارجة، قناة اللي كنعاودوا فيها قصص وقضايا حقيقية وجرائم واقعية وحتى قصص الرعب. بالنسبة للناس اللي كيعجبهم هذا المحتوى ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق اش من نوع القضايا اللي كيعجبوكم باش نهضروا عليهم هنا في القناة. ودابا خليونا ندخلوا في التفاصيل ديال القضية بلا ما نطول عليكم. نهار 13 غشت 2018 الناس في مدينة فريدريك في ولاية كولورادو الأمريكية غادي يفيقوا على واحد الخبر اللي غريب واللي غادي يحير الناس كاملين. شانان واتس، وهي واحد السيدة اللي حاملة في الشهر ديالها الخامس وجوج بناتها صغار بيلا وسيليست غادي يختفيو بلا أثر. ما كاين لا رسالة ولا اتصال ولا حتى شي دليل كيبين فين مشاو. في الأول الناس ظنوا أنهم غير خرجوا وغادي يرجعوا، ولكن واحد الصديقة ديال شانان اللي كانت قريبة ليها حست باللي كاينه شي حاجه ماشي طبيعيه. شانان ما كانتش كتجاوب لا على تليفون ولا على الميساجات، وهذا الشيء ما كانش من عوايدها. الصديقه ديالها غادي تمشي عندها حتى للدار وغادي تبقى تعيط، ولكن ما كان حتى حد كيجاوبها. هنا غادي تعيط للبوليس، وملي غادي يوصلوا غادي يلقاو كل شيء طبيعي، الباب ما مهرس بحال حتى شي حاجه ما وقعت تما، كل شيء طبيعي. وفي هذا الوقت غادي يوصل الزوج ديالها اللي هو كريس واتس وغادي يقول للبوليس باللي رجع من الخدمه ما لقى لا مرتو لا بناتو وهو ما عارفش فين مشاو. هنا التحقيق غادي يبدا والاسئله بدات كتكثر. واش شانان خرجت بالاراده ديالها ولا كاين شي سر مخبي وغادي يقلب هاد القضيه كامله؟ نفهموا شنو وقع. خليونا نرجعوا لساعات قبل الاختفاء ونشوفوا شنو وقع. شانان كانت راجعه من رحله عمل اللي كانت عندها لولايه اريزونا، وصلت للمطار تقريبا مع ديك الجوج ديال الصباح، وكانت وحده من الصديقات ديالها هي اللي وصلتها حتى للدار. كان كل شيء عادي، دخلت للدار وسلمت على الصديقه ديالها، من بعد سدت الباب ودخلت. هاد اللحظه كانت اخر مره غادي تشاف فيها شانان وهي حيه. في الصباح الوقت كيدوز ولكن شانان ما خرجتش من الدار، وحتى من الموعد الطبي اللي كان عندها ما مشاتش ليه، وما كانت كتجاوب لا على المكالمات ولا على الميساجات. هنا الصديقه ديالها غادي تبدا تحس بشي حاجه واقعه، وفعلا غادي تبقى تعيط ليها بزاف ديال المرات ولكن ما كان حتى حد كيجاوبها. هنا قررت تمشي عندها حتى للدار وتشوف شنو وقع. ملي غادي توصلوا غادي تلقى الطوموبيل ديال شانان مازال واقفه قدام الدار، وحتى من الصاك ديالها والادويه ديالها كانوا لداخل. وغادي تقول بينها وبين راسها شانان ما عمرها غادي تخرج وتخلي هذا الشيء كامل. وهنا ما بقاتش غير شاكه، غادي تعيط للبوليس مباشره. بعد دقائق قليله البوليس غادي يوصلوا وغادي يبداو اول عمليه تفتيش داخل ديال الدار. كلشي كان عادي، وهذا الشيء غادي يزيد من الخوف ديال المحققين، ولكن كانوا مازال ما عارفينش ان اول دليل مهم كان كيتسناهم على برا. دليل صغير ولكن غادي يبدل المسار ديال القضيه كامله. بعد ما دخلوا البوليس للدار بداو كيقلبوا على اي دليل يقدر يوصلهم لفين مشات شانان وبناتها. كان كلشي مرتب ومنظم، الحوايج في بلاصتهم، الالعاب ديال البنات في بلاصتهم، وحتى من الحاجات الشخصيه ديال شانان كانت مازال في الدار. هادشي اللي خلى المحققين يتسائلوا الا شانان خرجت من الدار بالاراده ديالها علاش خلات هاد الحوايج كاملين وراها. في هاد الوقت كان كريس كيهضر مع البوليس وكيقول لهم بلي اخر مره شاف فيها شانان كانت في الليل من بعد ناس، وملي فاق في الصباح ما لقاهاش. هضرته كانت باينه عاديه، ولكن المحققين بقاو كيسولوا على التفاصيل الصغيره. وهنا غادي توقع واحد الحاجه. واحد الجار ديالهم غادي يجي عند البوليس وغادي يقول لهم باللي كاين عنده كاميرات المراقبه كتشوف واحد الجزء من ديك الزنقه، يمكن تكون شدات شي حاجه. هاد الجمله خلات المحققين يمشيو معاه ويشوفوا التسجيلات. كريس حتى هو مشى معاهم، ولكن بدا كيتفرجوا في الفيديو. الجار لاحظ باللي كريس بدا مستريسي،
بطريقه غريبه بحال داير شي حاجه كيتحرك. اما في الفيديو فما كانش واضح بزاف، ولكن بان فيه شي حركه قدام الدار الصباح بكري. واش هاد الحركه عندها علاقه بالاختفاء ولا غير صدفه؟ المحققين غادي يقرروا يدققوا في كل ثانيه من التسجيل، حيت كان عندهم احساس ان هاد الفيديو كان كيخبي سر اللي كان كلشي كيقلب عليه. من بعد ما شافوا البوليس التسجيلات ديال كاميرات المراقبه، ما كانش عندهم دليل كافي باش يتهموا حتى شي واحد، ولكن كان واضح بلي القضيه ماشي غير اختفاء عادي. بداو المحققين كيجمعوا اي معلومات على التحركات ديال العائله في الايام الاخيره، راجعوا المكالمات والميساجات وحتى من الحسابات ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت كان كريس كيخرج قدام وسائل الاعلام وكيطلب من مرته وبناته يرجعوا للدار الا كانوا كيشوفوه. قال قدام الكاميرا: الا كنتو كتشوفوني ارجعوا، راه حنا كاملين كنقلبوا عليكم. الناس اللي شافوا هذا النداء تعاطفوا معاه، ولكن بعض المحققين لاحظوا ان الطريقه ديال هضرته وتصرفاته كانت مختلفه شويه على اللي كيوقع عاده بحال هاد المواقف. مع ذلك هاد الملاحظات بوحدها ما كانش دليل، وكان خاص البوليس يلقى حقائق واضحه ماشي غير احساس. ملي كانوا البوليس كيوسعوا دائره ديال البحث، كان المحققين كيراجعوا كل التفاصيل الصغيره، كل كلمه تقال، كل حركه تسجلات كانت كتحلل بدقه. ما كان حتى دليل قاطع، ولكن كانت باينه تناقضات صغيره بدات كتبان مع مرور الوقت. من جهه اخرى خرجوا متطوعين بداو كيقلبوا على شانان وبناتها في المناطق اللي قريبه. اما العائله فكانت كتعيش اصعب لحظات حياتها، وكل دقيقه كانت كتزيد كان كيزيد معها الخوف. اما المحققين فكان عندهم احساس باللي الجواب ما بعيدش. هنا قرروا يعاودوا يجلسوا مع كريس ويسولوه نفس الاسئله، ولكن هاد المره بطريقه مختلفه. وكل مره كان كيجاوب كانوا كيقارنوا هضرته مع الادله اللي جمعوها، وشويه بشويه بداو يلاحظوا ان بعض التفاصيل ما راكباش مع اللي لقوها في التحقيق. هاد الشيء خلاهم يركزوا اكثر على اعاده بناء الاحداث ديال الليله الاخيره دقيقه بدقيقه. وفي نفس الوقت غادي يبان دليل جديد غادي يبدل المسار ديال القضيه كامله. شنو هو هذا الدليل؟ هادشي اللي غنعرفو دابا. من بعد ساعات طويله ديال البحث، المحققين قرروا انهم يراجعوا كاع الادله اللي لقاو من جديد. وهنا ما بقوش كيقلبوا فقط على مكان ديال الاختفاء ديال شانان وبناتها، وانما ولاو كيحاولوا يفهموا اي حدث دخل في الساعات الاخيره قبل ابلاغ الاختفاء ديالهم. وهنا غادي تبدا فروق ديال التحقيق بمقارنه ديال تسجيلات كاميرات المراقبه مع توقيت ديال المكالمات والسجلات ديال الهواتف. وكل دقيقه ولات مهمه، وكل معلومه جديده بدات الصوره كتغير شويه بشويه. وفي هذه اللحظه المحققين فهموا ان القضيه ما بقاتش مجرد بلاغ على الاختفاء، وانما لغز اللي كيحتاج انهم يعاودوا الترتيب ديال كل الاحداث من الاول. هنا غادي يظهر دليل جديد. هذا الدليل غادي يخلي الفريق ديال التحقيق انه يغير الاولويات ديالو كامله، وغادي يبداو التحقيق في بلاصه اخرى اللي ما كان حتى حد متوقعها. بعد ايامات من التحقيق، المحققين غادي يلاحظوا ان كل خيط جديد كان كيديهم الاسئله اكثر من الاجوبه. هنا غادي يعاودوا يستدعيو كريس مره اخرى باش يوصلوا معاه الاستجواب. وفي الاول كان كل شيء عادي، وحتى من الاجوبه اللي كان كيعطي كانت متشابهه مع داكشي اللي قال من قبل. ولكن الوقت كيدوز، بداو المحققين كيلاحظوا تناقضات صغيره في الروايات اللي كيقول. وكل هذه التناقضات كانت بسيطه، ولكن ملي جمعوا كاع التفاصيل بدات الصوره كتوضح. وفي نفس الوقت كان الفريق ديال البحث كيوصل العمل ديالو في اكثر من بلاصه على امل انهم يلقاو شانال وبناتها. الوقت كيدوز والضغط على المحققين كان كيزيد. هنا غادي يجي النهار اللي غادي يقرروا فيه فريق ديال التحقيق انهم يواجهوا كريس بالادله اللي جمعوها. وهذه اللحظه بالضبط اللي كانت نقطه التحول في القضيه. من بعد ما واجهوا المحققين كريس بالادله اللي لقاو، كريس غادي يبقى شاد في الاقوال اللي قال والروايه اللي عاود لهم في الاول انه ما شافش شانال وبناته. ولكن المحققين هاد المره كيعرفوه اكثر ما كانوا كيعرفوه في الاول. بداو كيعرضوا عليه كاع الادله اللي لقاو دليل مورا دليل، وكيسولوا على داك التناقضات اللي كانوا في الاقوال ديالو. ومع كل سؤال كان كريس كيزيد يتوتر. وفي هذه اللحظه المحققين غادي يعرفوا انهم قربوا من الحقيقه، وغادي يزيدوا يضغطوا عليه. هنا الروايه غادي تبدل شويه بشويه، ومن هنا القضيه غادي تحول من مجرد بلاغ على الاختفاء الى كشف الحقيقه كامله. من بعد ما واجهوا المحققين كريس بالادله اللي لقاو،
كريس غادي يبقى شاد في الاقوال اللي قال والروايه اللي عاود لهم في الاول انه ما شافش شانيل وبناته، ولكن المحققين هاد المره كيعرفوه اكثر ما كانوا كيعرفوه في الاول. بداو كيعرضوا عليه كاع الادله اللي لقاو دليل مورا دليل، وكيسولوا على داك التناقضات اللي كانوا في الاقوال ديالو. ومع كل سؤال كان كريس كيزيد يتوتر، وفي هذه اللحظه المحققين غادي يعرفوا انهم قربوا من الحقيقه وغادي يزيدوا يضغطوا عليه. هنا الروايه غادي تبدل شويه بشويه، ومن هنا القضيه غادي تحول من مجرد بلاغ على الاختفاء الى كشف الحقيقه كامله. من بعد ساعات ديال الاستجواب ومواجهه كريس بالادله غادي يبدل الروايه اللي كان قال في الاول ديال التحقيق. وفي النهايه كريس غادي يعترف باللي قتل الزوجه ديالو شانان واتس وجوج بناته صغار بيلا وسيليست. هذا الاعتراف كان صادم للمحققين والعائله ديال الضحايا والملايين ديال الناس اللي كانوا متبعين هذه القضيه في العالم كامل. من بعد البوليس غادي يطلبوا منه يوريهم البلاصه فين مخبي الجثث، وفعلا من بعد عمليه ديال البحث غادي يتمكن فرق ديال التحقيق انهم يلقاو الضحايا. هنا غادي تنتهي الشكوك وغادي تحول القضيه رسميا من البلاغ على الاختفاء لجريمه قتل. وخلال عمليه ديال التحقيق غادي تكتشف الادله ان كريس كان كيعيش مشاكل زوجيه وكانت عنده علاقه عاطفيه مع امراه اخرى، وهنا اعتبروه المحققين جزء من الدافع وراء هذه الجريمه. ومن بعد كريس غادي يقدموه امام المحكمه وغادي يعترف بالجرائم اللي دار. هنا غادي يصدر الحكم في حقه بالسجن المؤبد بدون امكانيه الافراج المشروط، وهنا غادي تنتهي القضيه. ولكن غادي تبقى واحد من اكثر القضايا اللي هزت الراي العام. هنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. الى عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. سلامه.